عمرك وقفت قدام مرايتك وبصيت في وشك بتركيز؟ وشك مش مجرد ملامح، ده سجل للحاجات اللي عديت بيها. كل ضحكة، كل دمعة، كل لحظة خوف سايبين علامة. وشك بيحكي من غير ما يتكلم. لما تفرح، تضحك، عضلات معينة في وشك بتتحرك. لما تخاف، عينيك بتوسع، حواجبك بترتفع. ولما تحزن، كل حاجة بتنزل لتحت، حتى نظرتك. مفيش إحساس بيعدي من غير ما يسيب علامة، ولو للحظة. في مشاعر بتعدي، بس في تجارب بتفضل. سنين من التفكير، القلق، الوجع، أو حتى الطيبة بيسيبوا خطوط رفيعة حوالين العين. الضحك الكتير بيسيب تجاعيد حلوة حوالين الفم. واللي اتوجع مرة ممكن تلاقي في عينه حزن مش رايح. في ناس وشوشهم فيها سلام، وناس تانية كل نظرة فيهم فيها حرب. العلم بيقول إن التوتر بيأثر على وشنا. الكورتيزول اللي بيزيد مع القلق ممكن يبوظ البشرة ويخلينا نبان أكبر. بس الضحك بيحرك عضلات بتقوي الوش، وبيفرز هرمونات بتخلي الوش ينور حرفيا. يعني حرفيا اللي بيضحك كتير وشه بينور. حتى من غير ما تتكلم، وشك بيقول إنك اتألمت أو فرحت أو اتعلمت. في ناس بتخبي، بس الوش ما بيعرفش يكذب. خد لك لحظة وبص لوشك، مش عشان تعدل حاجة، لأ، عشان تسمع الحكاية اللي سايبها جواك. بصوا معايا على الصورة دي. الصورة اللي على الشمال هي البنت اسمها شربات جولا من أفغانستان. تم تصويرها سنة 1984 من مصور اسمه ستيف ماكوري، والصورة انتشرت وقتها انتشار كبير جدا عشان فيها عواطف متعددة. في صورة واحدة بنشوف ذهول ممزوج بفخر وشجاعة. وفي سنة 90 المصور بدأ يدور على شربات اللي كانت سبب في شهرته، وللأسف ما كانش خد اسمها أو تفاصيلها لما خد الصورة دي ليها أول مرة. وبعد عدة رحلات بحث فاشلة لقاها سنة 2002 وصورها تاني كسيدة عمرها 30 سنة، وهي الصورة اللي على اليمين. وواضح إن الحياة غيرتها. سيدة عمرها 30 سنة، متجوزة وعمرها صغير جدا، عندها 4 أطفال، واحد منهم مات وهي بقت أرملة. نظرة الفخر والشجاعة اللي في صورتها وهي عمرها 12 سنة اختفت، وحل مكانها عدم اكتراث أو عدم اهتمام مع حزن. العلم أثبت إن وجوهنا لوحة
ومشاعرنا الداخلية المستمرة لفترة طويلة لازم تلاقي حيز على صفحتها عشان تبقى من ملامحها اللي ما تتمحيش. فالمشاعر ما بتفضلش في القلوب، لكن لازم تترك بصمتها على صفحة الوش بحيث ما تمحيهاش الأيام، وتفضل شاهد عيان على اللي مرينا بيه. في كل خط، في كل تعبير، في حكاية. وانت وشك بيحكي ايه؟ بص في المراية واكتب لنا وشك بيحكي ايه.